مرحبا. اليوم حبيت أقدم لكم وصفة كلش حلوة بمناسبة قروب حلول رمضان، شهر رمضان الكريم. إن شاء الله يا رب شهر مبارك عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية جميعا، يا رب الأمان والسلام بكل البلدان. هاي التمرية راح أسويها اللي حتى الطفل اللي ما يحب ياكل التمر، وتعرفون يكون ملل عندهم كل يوم على الأفطار لازم ياكل تمر، فهاي الوصفة راح تخلي حتى اللي ما يحب التمر راح ياكل تمر. بالنسبة للتمر أنا عندي علبتين تمر، يكون أفضل شيء تمر طري. أنا جبت هذا النوع، علبتين من هذا النوع خالي من النوى، طبعا فتحته من النوى. عندي جوز هند كيس، وعندي حليب محلى، عندي فستق حسب الرغبة، فستق ملعقتين كبار مكسر، ولب جوز أو جوز عين الجمل أيضا ملعقتين كبار مكسر حسب الرغبة. اللي يحط أي مكسرات يريدها، يريد بندق، يريد لوز مكسر، اللي انتو تردون. عندي ملعقة كوب هيل مطحون، عندي ملعقتين سمن حيواني اللي هو مثل ما نقول احنا دهن الحر، هاي العلبة استخدمتها. وعندي سمسم لتغطية الوجه أو للزينة، وإذا أحتاج أنا طبعا عندي سمسم أكثر، لكن أيضا ملعقتين كبار. هسه نشوف الخطوات شلون نسوي هاي التمرية. بعد ما ذوبنا طبعا الدهن الحرة والسمنة بالطاوة، راح نضيف عليه التمر ونقليه إلى أن ينهرس عليه، وراح نضيف عليه الجوز، وراح أضيف عليه الفستق، جوز الهند، اوكي، ونخلط وياه حليب المحلى. خلطنا الحليب ويا جوز الهند، وهذا القوام اللي نريده. هاي الورقة الزبدة أنا خليت لها شوي زيت زيتون حتى أضمن إنه 100% ما يلصق. بهاي الطريقة خليت العجينة على ورق الزبدة. هسه راح أخلي عليها ورق الزبدة ثاني حتى تسهل علي عملية فتح العجينة على شكل أتحكم بالحجم أو الشكل بهاي الطريقة، إنه أسوي مربع يكون أسهل علي. هسه شنو راح أسوي؟ بكل سهولة واحد يشيل الورق عنه. راح أضيف جوز الهند وأفرشه عليه. هسه شو نسوي؟ هسه نبتدي نلفها، نسويها رولة بهذا الشكل. بدينا نلف، طبعا نستعين بورق الزبدة. هنا الزينة، السمسم راح أنشره بهذا الشكل. السمسم راح يصير عليها بهاي الطريقة، يكون اللف عكسي. اوكي، بعد ما زيناها بالسمسم شنو راح اسوي؟ راح الفها بشكل دائري، وراح اخليها بالثلاجة وهذا الشكل النهائي. الطعم كلش طيب، مخلوط ما بين جوز الهند والتمر، يعني مثل النستلة مثل الباونتي، فكلش طيب. وصار بهذا الشكل انه تقطيعات قطع ودوائر مثل الكيك. وعلينا وعليكم بألف عافية، وإن شاء الله يا رب يتقبل صيامكم وقيامكم شهر رمضان الكريم القادم، ونلتقي مرة ثانية بأكلة ثانية أو حلويات ثانية. تحياتي لكم، هند.